شوفي هو مش سؤال المرة دي، هي لعبة. مم. انا هقول كلمة وانتي تقولي لي ايه اول احساس وصلك مرتبط بالكلمة دي. اوكي. الام. امان، ثقة، حنان، استيعاب. ايه كمان؟ حاجات كتير قوي يعني. مش ما ينفعش تصفها في كلمة واحدة، لان هي تقريبا هي العالم بالنسبة لنا، فاهم؟ دور الاب مهم وكل حاجة، بس دايما الام عندها استيعاب اكتر ليك ولاحتياجاتك وحالك والحاجات دي كلها. هي اللعبة كده بس، وانا اكمل بقى مع نفسي. لو عاوزة تكملي تمام، لو لما تخلصي هسألك سؤال بقى. ماشي. طيب. الأم. قولي لي موقف، قولي لي اكتر موقف اكتر موقف بينك وبين مامتك مش هتنسيه، اكتر واحد بقى خالص. اكتر حاجة. طيب اوكي. هو انا دايما انا وماما صحاب قوي يعني. صحاب بقول لها على كل حاجه من زمان، لدرجه ان انا وصحابي اصلا بقى في مشكله عارفه اقول لمامتك تشتريها نعمل ايه. عادي بنتكلم في حاجات في كل حاجه. فانا في ثانوي كنت يعني ايه، مش بعدت، بس اللي هو ما بقيتش احكي وما عملتش حاجات غلط، بس اللي هو حاجات لا تصدق ان انا اعملها يعني، فاهم اللي هو ايه ده. فقعدت قلت لماما بصي ماما، انا عايزه اقول لك على حاجه. وانا بقى قلت ان هي بعد القعده دي هتديني بالقلم او حاجه، او يعني هيحصل حاجه يعني انا يعني هتعاقبني. هي ما بتستعملش ضرب بس هتعاقبني. فلقيتها رد فعلها ابهرني. قال لي وانتي عملتي ايه؟ قلت لها كذا كذا مش عارف ايه، من زمان قلت لك ده اللي حصل وبتاع. قالت طب خلاص يا عفاف خير. قامت خلاص كده الموضوع انتهى. فاللي هو ايه، انا فضلت مصدومه للدرجه دي. بعدين جيت بقى قلتها بعدها بشهر كده يعني ايه يعني، ما لقيتش على الموضوع خالص. انا قعدت ساعه اتكلم واحكي لها على اللي حصل والمش عارف ايه والكلام من ده. وماما قالت لي طيب خلاص انا تمام. عارف قد ايه هي استوعبتني. هي ما علقتش بورا كلمه. هي انا قلت لها انا غلطت وعملت كذا وكذا وفهمتها الوضع، وهي ما خلاص. هي اتصدمت شويه في الاول اللي هو ايه ده، وبعدين ابتسمت لي وقالت لي خلاص يعني الموضوع انتهى بالنهايه. انا ما كنتش مصدقاها، وهي ابتسمت كده في نص الكلام اللي هو، ومش ابتسامه ساخره او كده، لا ابتسمت. فدي حاجه انا عمري ما انساها.